فاللي صار ببساطه في ملعب ريال مدريد انه الملعب ارضيته متحركه، فبالتالي العشب بيتم تقسيمه لعده اجزاء، وهي الاجزاء بتنزل تحت الارض. تمام لهون. هلا هاي العشب لما ينزل تحت الملعب درجات الحراره رح تختلف عليه، والرطوبه ممكن راح تاثر عليه، فبالتالي وايضا لسه بدنا نحكي انه فتره فك العشب وهي لما يعني نشوف طبعا زي ما الفيديو بنشوف بالفيديو العشب بنفك وبنزل، فهي بتاثر على جوده العشب. هلا ريال مدريد ما عنده مشكله انه يضل يغير العشب، لانه تكلفته تقريبا 300 الف يورو يعني قيمته، او يعني بدون رسوم تركيب والامور هاي، وايضا مدريد بيستورده من دول ثانيه يعني، او من دول بعيده او مدن بعيده عن ريال مدريد. فهلا ريال مدريد بعد ما يركبوه كانوا عارفين انه رح يصير عندنا مشكله ارتفاع درجات الحراره ورطوبه، فبيريز عمل مختبر كامل جهزه بعده ملايين، حكى لك هذا فقط لدراسه لدراسه عشب ملعب البرنابيو. طبعا هاي الفكره حاول بيريز وبرضه ما حلت المشكله، لانه ببساطه يقال بانه الشخص المسؤول عن عشب البرنابيو في السنوات السابقه بول بورغاس اسمه هو، انا حاولت ابحث عنه كثير تفاصيل يعني فقط لك